زيد يقول لك لا تحبطنا، ان شاء الله ان المجلس هذا القادم ما راح ينحل او يبطل. باذن الله. زين، يمكن عندي كثير مشاركات لكن اسف ما اقدر اخذهم لان عندي دقيقتين. ابي منك دقيقه كلمه اخيره زيد تقولها حق مشاهدينا. انا ابي اوجه رساله، يعني اذا تسمح لي الوقت، ان يا حكومه الشعب مل. الشعب ملينا، ما في تنميه، ما في ازدهار، ما في يعني خلاص وقفت التنميه من قبل الغزو الى الان ما في تنميه. يا حكومه خلاص الشعب يعني المتمثل في هذا الشباب يريد الانجاز، تبدا من الحكومه اولا، ويا مجلس الامه المتمثل في اعضاء الكرام. احنا اخترناكم خير التمثيل، وصلتوا الى هذا المجلس، يجب عليكم تمثيلنا وليس التمثيل علينا. انتم يجب عليكم ان تشرعون وايضا تحطون الجانب الرقابي، لا تشرعون فقط وتنسون الجانب الرقابي، لان اذا شرعتم ونسيتوا الجانب الرقابي يعني ما اعتقد انت مارست اختصاصاتك او صلاحياتك كعضو مجلس الامه. وان شاء الله باذن الله يعني ان نزدهر، والشباب مل تعب. اتمنى ان في المرحله القادمه ان تكون مرحله متقدمه، مرحله نمو، مرحله تطور في ايام القادمه. وباذن الله باذن الله ان شاء الله احنا نتفائل. زين يا حكومه ان شاء الله نتفائل ان شاء الله مقبلين على خير، ويا مجلس امه نتفائل ان شاء الله باذن الله مقبلين. زيد، اكيد نتفائل احنا، واذا ما نتفائل يقول لك تفائل بالخير تجده ان شاء الله. تجده. لكن